هضطر بقى نتكلم سينما لان احنا طبعا يعني الموضوع طبعا اتقتل في التاريخ، بس لازم اذكر حاجه مهمه جدا، الا وهي ان في وجود الشاهد عيان او اخت طبعا من المكان، فده شيء لازم نحطه في الاعتبار. الجميل ان احنا ممكن فعلا راينا لا نختلف عليه، ولكن الجميل ان رايها هو راي امير كوستاريكا. الحاجه اللي انا عايز اكد عليها برضو في مناقشاتنا السينمائيه دايما، احنا لازم نتكلم زي ما احنا عايزين في كل اللي احنا عايزينه، بس في حاجه دايما بقولها هي الرؤيه. يا جماعه احنا كنا بنتكلم في ان ده ما حصلش وده حصل، دي رؤيه. الفيلم ده عشان نبقى عارفين، الفيلم ده انتقد على مدى واسع جدا من كل النقاد، وحورب بشكل غير عادي، ويعد يعني حتى يقال ان هو الفيلم الوحيد اللي ما خدش اي جوائز. كوستاريكا توجه له نقد، كان في ناس انا شايف ان النقد كان ضده تماما. انا كنت ضد هذا النقد لان هم قالوا ان هو حب يعالج الحرب بالحب. انا اعتقد ان ده حق، وكمواطن يعني يوغوسلافي ليس من حقنا ان نبخسه حق. يعني هو كمخرج وله رؤى، من حقه ان هو يتكلم عن اللي هو عايزه. فده مبدئيا. ما حدث بعد احنا ممكن نتكلم فيه، لما حدث قبل مش ممكن نجادل مع الاخت فيها. انا اعتقد ان هم يعني اهل مكه ادرى بشعبه، وانا مع ان فعلا كان في تعايش ولا احد ينكر ذلك. اي بلد في الدنيا كان فيها تعايش الى ان يحدث الحرب، ولكن عشان نتكلم في السينما ونتكلم في الرؤى، كان في لقطات بيؤكد بيها هذه الرؤى. يعني احنا مثلا لما نفاجئ ان في وسط احتفال وبيطلع واحد قناص بيقتل رئيس البلديه، ما فيش اي حد ممكن يفسر المشهد ده، ولكن ده مشهد يؤكد ان هناك كانت مؤامرات يعني تحاك تمهد لهذه الحرب. مش لازم تكون فتنه، لا قال ده مسلم ولا قال ده بوسني ولا قال ده صربي. هو عايز يقول ان كان في شيء ممكن يحاكي احنا لا نراه. الجميل في الفيلم، ويمكن ده اللي اساء للفيلم، ان هو على شاكله فليني عرض اللي هو عايزه، ولكن الصور كتير قوي قوي ممكن تجعل المتفرج العادي بالفعل يعني زي ما بيقولوا بالعربي كده يفرط منه الفيلم، تفرط منه المتابعه وتفرط منه المتعه. طبعا مع احترام الاراء، انما انا شايف ان استخدام الحيوانات في هذا الفيلم كان اكثر من رائع. وبالنسبه للحمار، اجمل حاجه يعني في رباعيه جميله لصلاح جاهين بتقول، وكانها اتعملت الفيلم ده: الدنيا اوضه كبيره للانتظار، فيها ابن ادم زيه زي الحمار، الهم واحد والملل مشترك، ومفيش حمار بيحاول انتحار. كان جمال دور الحمار. خليه يترجم الشعر، دي صعبه تترجم. لا يترجم. كان جمال دور الحمار في هذا الفيلم انه اتحط في النفق، اللي هي اسقاطه اخرى على الحرب وما بعد. دايما مشهد النفق كان بيمر مرور الكرام، ولكن هو مشهد سينمائي بديع، وممكن يكون في اسقاطه ان دايما بعد الضلمه في نور. ودي برضو من المشاهد اللي قررت كتير، زي مثلا مشهد الدببه في الاول ان قتلت واحد، لما راح للناس اللي بتعزف مزيكا ما حدش اعاره اهتمام. بالنسبه للحب والسلام زي ما اتفقنا، هو ما كانش فيه اي شك عن مدى حبه لابنه. يمكن بعد مراته ورجوعها ما اصابوش باي تغيير، انما حب لابنه ومشهد السرير الطائر وانه حاول ينتحر، كل ده كان بيؤكد قد ايه هو بيحب الولد. ولكن في الاخر هو فعلا كان شبه يعني ما فكرش فيه عشان يدافع عن حبه، اللي هو بالنسبه له او اللي كان عايز يؤكد عليه المخرج ان هو الحياه بتستمر. ولكن كان المشهد الرائع ان هو بيجري عشان يشوفها فخد حضن ابنه. وده اللي احنا بنقول فيه ان الحب ليس حب بالمعنى المجرد، هو حب انتقل من حب امراه لحب ابنه، وده معنى عام او معنى شامل للسلام، المحبه. مشهد اخير عايز اختم بيه عشان برضه ما اطولش عليكم، ان مشهد الحضن وهو بيحضنها وبيتدرجوا وبيقعوا، كان في
عش غراب ونعيق، وهم كسروا هذا العش وانتهى النعيق، وبعدها جت موسيقى كلاسيك وخضرة وغابات جميلة وضوء قمر مكتمل. وده اللي كان عايز يقوله كوستاريكا في الآخر، إن ممكن الحب والسلام ينتصر على الحرب، وده ما يتبناه. وأنا أعتقد إنه عشان يقدم حاجة زي كده في ظل الظروف والمجازر اللي احنا شفناها، فدي حاجة أنا من رأيي إنها تحسب لي وليست عليه. شكرا.